السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم شرح عن برنامج كلش حلو وراقي والأغلبية تحتاجه، هو إرسال بصمة صوت على الماسنجر تزيد عن دقيقة. بإمكانك إرسال أي بصمة صوت تحبها وتحويلها على الماسنجر بشكل طبيعي وماكو أي مشكلة. ندخل على البرنامج مباشرة. بعد ما دخلنا على البرنامج نروح على الخيار في أعلى اليمين، هذا اللي قدامكم، نختار أول خيار، بعدها نختار هذا الخيار اللي قدامكم. راح تظهر عندك الموسيقى مالتك، تختار أي موسيقى أو بإمكانك البحث عن الموسيقى من خلال هذه الأداة واختيارها ثم إرسالها على الماسنجر. نختار أي موسيقى لا على التعيين، مثلا هذه الموسيقى. ننتظر على ما تحمل. بعد ما اكتمل التحميل عندك هذه أكثر من خيار تشغيل الموسيقى بأكثر من طريقة. احنا نختار الطريقة الأولى اللي هي الأصلية لإرسالها على الماسنجر، أو بإمكانك تغيير حقوق الموسيقى من خلال تشغيلها بغير خيار. مثلا أول خيار مثل ما شفتوا شلون اشتغلت بالخيار الأول. نروح على الخيار الثاني، شوف الصوت شلون راح يتغير. مثل ما شفتوا عندك هواي خيارات تشغيل مقطع الصوت. احنا اخذنا اول خيار اللي هو هذا قدامكم. بعد ما اختارينا نروح على هذه الأداة اللي قدامكم، طبعا نعطي مشاركة على أول خيار. راح تظهر عندك جميع برامج التواصل، بإمكانك إرسال مقطع الصوت عليها. ننتظر التحميل. مثل ما شفتوا ظهرت عندنا جميع برامج التواصل، بإمكانك إرسال البصمة عليها. احنا نريد على الماسنجر، راح أوقف الشرح على ما أختار الشخص اللي راح أدسها إليه على الماسنجر. مثل ما تشوفون أنا داخل أكثر من بصمة تزيد عن دقيقة، 5 دقائق و6 دقائق، والآن دزيت هاي 5 دقائق. نشغلها ونشوف. مثل ما شفتوا تم إرسال البصمة وماكو أي مشكلة. إذا عجبكم الشرح